من فترة كده كنت بسكرول على الانستجرام وقابلتني جملة علقت معايا شوية. الجملة دي كانت بتقول if nothing changes nothing changes. Nothing changes and nothing changes, man. يعني لو مفيش حاجة اتغيرت مفيش حاجة هتتغير. والجملة تبان عميقة بس هي جملة بديهية جدا. بعد تفكير 5 ثواني كده جه في بالي الآية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يمكن التغيير هو أكتر حاجة شاغلة بال الشباب دلوقتي، وناس كتير قوي ممكن تكون أنت بتتابعهم بتتكلم عن التغيير وإزاي تتغير وإزاي تبقى شخص أحسن. فعلا معظمهم بيقول كلام كويس، ولكن أنا عايز أتكلم في نقطة تانية. عايز أتكلم عن لحظة معينة بتقابلك لما تكون عايز تتغير. القرار اللي بتاخده في اللحظة دي بيفرق جدا بعد كده. طيب أول ما تكون عايز تتغير، سواء التغيير ده كان اكتساب عادة جديدة أو إنك تبطل عادة سيئة، فكل اللي انت بتعمله غالبا انك بتقول خلاص انا من بكره الصبح هبدا في العاده دي، وفعلا في الغالب بتلتزم بالعاده دي تاني يوم وممكن تالت يوم ورابع يوم كمان، ولكن بعدها في الغالب ما بتستمرش وبترجع تاني زي الاول ويمكن اسوأ كمان. خلينا ناخد مثال عشان نقدر نفهم الموضوع اكتر. خلينا نقول ان معانا شخص عايز يبطل السجاير، وهو قال خلاص انا من بكره الصبح مش هشرب سجاير تاني خالص، واول يوم عدى من غير ما يشرب سيجاره، تاني يوم ما شربش برده ولا سيجاره خالص، جه تالت يوم ودماغه وزته كده انه يشرب سيجاره وعادي، يعني هي سيجاره واحده مش هتعمل مشكله. وهنا بقى اللحظه اللي انا بتكلم عليها، اللحظه اللي دماغك بتوزك انك ترجع تعمل العاده دي تاني وتقول لك عادي يا عم مره واحده مش هتفرق. اللحظه دي في الغالب القرار اللي انت هتاخده ساعتها هو اللي هيفرق معاك. يا اما توافق على الوساوس اللي بتجيلك دي وترجع فعلا وتضعف وتعمل الحاجه دي، يا اما تقول لا انا خدت قرار خلاص ان انا مش هعمل الحاجه دي تاني وفعلا ما تعملهاش. لو وافقت انك ترجع للعاده السيئه دي ولو مره واحده، في الغالب نظرتك لنفسك هتبقى ضعيفه جدا ونفسيتك هتبقى مش احسن حاجه، وفي الغالب هترجع تاني تعمل العاده دي زي الاول ويمكن اسوء. ولكن لو قلت انك خلاص خدت القرار وما وافقتش الوساوس دي وما مشيتش وراها وخدت قرار انك خلاص فعلا مش هترجع لها تاني، نفسيتك هتبقى احسن وهتبص لنفسك نظره مختلفه وتحس انك مسيطر على نفسك. في اللحظه دي هتقدر انك تكمل الطريق بتاع التغيير، حتى لو وقعت فيه هتقدر تقوم تاني. طيب المثال ده كان واحد عايز يبطل عاده سلبيه. طب لو واحد عايز يكتسب عاده جديده، خلينا نقول مثلا واحد عايز يصلي كل الصلوات في المسجد. هو قال خلاص ان شاء الله من بكره هبدا اصلي كل الصلوات في المسجد ومش هسيب ولا ركعه غير لما اصليها في المسجد. وصحي تاني يوم فعلا صلى كل الصلوات في المسجد، تاني يوم صلى الصلوات كلها في المسجد. جه تالت يوم قبل المغرب فدماغه قالت له مش لازم تصلي النهارده في المسجد، ممكن تصلي النهارده في البيت وبعد كده نبقى نصلي في المسجد، والعشاء يا عم صليها في المسجد. في اللحظه دي لو هو سمع كلام دماغه وما نزلش يصلي في المسجد، في الغالب هيرجع يصلي في البيت تاني على طول، وممكن ما يصليش اصلا لو هو ما كانش بيصلي في الاول. ولكن لو ساعتها كان مركز وقال خلاص لا انا هنزل اصلي في المسجد، هو فعلا هيقدر يكمل وده هيحسن من نفسيته وهيخليه يكمل في الطريق. طيب ممكن حد يجي يسالني سؤال بديهي جدا، وهو ان اللحظه دي كلنا بنمر بيها وكلنا عارفينها، انا مش بقول حاجه غريبه، فليه انا مهتم قوي باللحظه دي؟ انا مهتم باللحظه دي لان في الغالب القرار اللي انت بتاخده في الوقت ده بيبقى على الاوتو بايلوت، او القرار اللي عقلك بياخده بتبقى واخده بشكل لا واعي. نشرح اكتر موضوع ان انت بتاخد القرارات بشكل لا واعي. لما بتصحى من النوم انت في الغالب بتبقى متعود تعمل ايه بعد ما تصحى؟ يعني بتلاقي نفسك بتدخل الحمام، بعد كده تتوضى وتصلي وبعدين تفطر وبعدين مثلا تشرب قهوه. كل الحاجات دي انت بتعملها بشكل لا واعي، مش محتاج انك تفكر او تركز فيها. وهو ده اللي انا قصدي عليه. في اللحظه اللي احنا اتكلمنا عليها مخك بيتصرف بشكل لا واعي، فلو انت مش مركز ومش واخد بالك من كل حاجه عقلك بيقولها لك، في الغالب هتتسوح وهتلاقي نفسك بتلف في دايره مفرغه ومفيش اي حاجه بتتغير. فصدقني لو كنت مركز وعايز فعلا تتغير وخدت قرار صح في اللحظه دي، ربنا هيكرمك وهتكمل في التغيير بتاعك. وانا عارف ان التغيير معتمد على حاجات تانية كتير مش النقطه دي بس، ولكن انا شايفها نقطه مهمه جدا وبتفرق مع نفسيه الواحد. وفي النهايه وانت بتبطل عاده سيئه او بتكتسب عاده جديده، في الغالب هتقع في نص الطريق او حتى في اوله، ولكن المهم هنا انك تقوم وتكمل، لان رحله التغيير مش هتكون سهله ولا مثاليه خالص. وافتكر دايما ان قليل دائم خير من كثير منقطع. انك تعمل حاجه واحده كويسه لمده 100 يوم بشكل مستمر احسن من انك تعمل 100 حاجه في يوم واحد وبعدين ما تعملش حاجه تاني خالص. طبعا في المقام الاول لازم تستعين بالله وتدعي ربنا انه يثبتك ويعينك على التغيير ده. وبس كده، دول كانوا كلمتين عايز اقولهم. مش عارف الفيديو ده ممكن ينزل ولا لا، يعني انا بقى صورته كذا مره، ولو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي فدي حاجه كويسه. مستني رايك في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي برده. وبس كده، سلام.